الفيلم بيبدأ بشكل هادي وكئيب. بنشوف جون ويك عايش أسوأ أيام حياته. مراته وحب حياته هيلين لسه ميتة بالسرطان. بنشوف لقطات من حياتهم السعيدة زمان وإزاي كانت هي كل دنيته، وده بيخلينا نحس بكمية الوجع والفراغ اللي هو عايش فيه. جون حرفياً بقى مجرد شبح بيتحرك في بيته الفخم الفاضي ده، وبيحضر مراسم الدفن بتاعت مراته بكل حزن. وفي المقابر بيجي صاحبه ماركوس يطمن عليه ويعزيه. وفي يوم وهو لسه غرقان في حزنه بيلاقي جرس الباب بيرن. بيفتح يلاقي مندوب توصيل معاه بوكس خشب وجواه جواب من مراته بتقول له فيه إنها عارفة إنه هيفضل لوحده، وإنها بعتت له الهدية دي عشان تساعده يتعلم إزاي يحب من تاني. بيفتح البوكس بيلاقي إيه بقى؟ بيلاقي ديزي، أحلى وألطف كلب بيجل ممكن تشوفها في حياتك. الكلبة دي ما كانتش مجرد حيوان أليف، دي كانت آخر ذكرى من هيلين، كانت الأمل الأخير لجون عشان يرجع يعيش. وبالفعل جون بيبدأ يتعلق بالكلبة دي. بنشوفه بياخدها معاه في عربيته الشيفروليه الشيفيل اس اس موديل 69، العربية اللي بتخطف القلب، وبيروحوا محطة بنزين. وهنا بقى بتبدأ الكارثة. في محطة البنزين بيقابلوا شوية شباب روسي صايع، على راسهم واحد اسمه يوسف تاراسوف. يوسف ده عينه بتيجي على عربية جون، وبكل بجاحة بيقول له بالروسي العربية دي بكام؟ جون بيرد عليه بالروسي برضه وبيقول له مش للبيع. يوسف بيتصدم إن أمريكاني بيتكلم روسي، وبيفضل يبرطم بكلام قليل الأدب وهو ماشي. في الليلة دي جون نايم في بيته هو وديزي، وفجأة بيصحى على صوت عربية بتقرب. مجموعة ملثمين بيكسروا باب البيت وبيقتحموا عليه. جون بيحاول يدافع عن نفسه لكن عددهم كان كبير، بيضربوه علقة موت، بيخبطوه في دماغه لحد ما يغمى عليه. وهو على الأرض بين الحياة والموت بيسمع صوت الكلبة ديزي بتتألم، والصوت بيسكت. جون بيفوق بيلاقي البيت متكسر، وجنبه جثة الكلبة ديزي غرقانة في دمها. وفي اللحظة دي العالم كله اتقلب في عينيه. الناس دي مش بس سرقت عربيته، الناس دي سرقت آخر حاجة كانت بتربطه بمراته، سرقوا أمله الوحيد. في المشهد اللي بعده بنشوف يوسف فرحان بالعربية اللي سرقها ورايح لورشة أوريليو عشان يغير أوراقها. أوريليو أول ما بيشوف العربية وشه بيصفر، بيسأل يوسف جابها منين؟ يوسف بكل غباء بيقول له إنه سرقها من واحد نكرة. أوريليو بيسمع الكلمتين دول وبيدي ليوسف بالبنية في وشه وبيطرده وبيقول له أنت ما تخيلتش عملت إيه؟ تليفون أوريليو بيرن، بيرد يلاقيه فيجو تاراسوف، زعيم المافيا الروسية في نيويورك وأبو لهبل يوسف. فيجو بيسأله سؤال واحد، أنت ضربت ابني؟ أوريليو بيرد عليه وبيقول له أيوة، عشان سرق عربية جون ويك وقتل الكلبة بتاعه. ملامح وش فيجو بتتحول لكتلة من الرعب. فيجو بيقفل السكة وبيسأل المساعد بتاعه هو ابني فين؟ بنشوف جون وهو رايح لورشة أوريليو عشان عارف إنه أشهر شخص في تغيير ورق العربيات، وبيعرف منه إنه يوسف يبقى ابن فيجو زعيم المافيا الروسية في نيويورك. وبنشوف يوسف داخل على أبوه وهو مش فاهم عايزه في إيه. فجأة فيجو بيضرب ابنه وبيقول له انت مش عارف انت عملت ايه في نفسك؟ بيبدأ يحكي لابنه الأهبل هو عمل ايه في نفسه. بيحكي له عن جون ويك، مش مجرد قاتل عادي، ده كان أكثر قاتل بيشتغل معاه. كانوا بيلقبوه بابا ياجا أو البوجي مان. فبيرد عليه يوسف باستغراب وبيقول له قصدك الغول؟ لكن فيجو بيصحح المعلومة وبيقول هو مش الغول، جون ده هو إلا كنا بنبعته يقتل الغول. وبيحكي له عن مرة جون ويك قتل فيها 3 رجالة في بار بقلم رصاص، مجرد قلم رصاص. بيكمل حكايته وبيقول إن جون ويك ده كان الراجل اللي ساعده يبني إمبراطورية المافيا بتاعته دي كلها لوحده. وفي يوم جون حب واحدة وقرر يعتزل. فيجو وافق بس بشرط واحد، إنه ينفذ له مهمة مستحيلة. المهمة كانت إنه يقتل كل زعماء المافيا المنافسين لفيجو في ليلة واحدة. وطبعا جون ويك عملها، وفيجو بنى إمبراطوريته على جثث الناس اللي جون قتلهم. عشان كده لما جون ويك اعتزل العالم السفلي كله ارتاح. ودلوقتي يا غبي رحت صحيت الأسد من عرينه عشان شوية حديد وكلب. جون ويك ما بيضيعش وقت، بينزل البدروم بتاعه وبنشوفه بيكسر الأرضية الخرسانة بمطرقة عملاقة. تحت الخرسانة بيطلع صندوقين، الصندوق الأول مليان أسلحة من كل شكل ولون، الصندوق الثاني في بدلته السوداء الأنيقة وشوية عملات ذهب غريبة. فيجو بيبعت رجاله لبيت جون يمكن يعرفوا يخلصوا عليه، بس جون كان مستعد، وبتبدأ واحدة من أحلى المعارك في تاريخ السينما. وبعد لما بيخلص جون على كل الرجالة بيسمع صوت خبط على باب البيت، ولما بيفتح
بيطلع ضابط شرطة، ولما الضابط بيشوف الجثث بيقول له أهلا برجوعك مستر جون. ولما بيعرف فيجو اللي حصل للرجالة اللي باعتها بيحط مكافأة 2 مليون دولار مقابل إنهاء حياة جون ويك. جون بيرجع تاني للعالم اللي سابه وراه، بيروح فندق اسمه الكونتيننتال، وده مش أي فندق، ده مكان مقدس في عالم القتلة المأجورين، مكان محايد ليه قاعدة واحدة صارمة: ممنوع أي شغل جوه الفندق، يعني ممنوع القتل. أي حد بيكسر القاعدة دي عقابه الموت. الفندق ده بيوفر كل الخدمات للقتلة، من أول الدكاترة اللي بتعالج إصابات الرصاص لحد الخياطين اللي بيعملوا بدل مضادة للرصاص، وكل التعاملات بتتم بالعملات الذهب دي. في الفندق جون بيقابل وينستون مدير الفندق وصديقه القديم، وبيشوف قتلة تانيين زي ميس بيركنز اللي واضح إن كان فيه بينهم تاريخ قديم. جون بيعرف من وينستون إن يوسف مستخبي في النادي الليلي بتاع فيجو اللي اسمه الريد سيركل. جون بيلبس بدلته الأنيقة وبيروح النادي. المشهد ده يعتبر تحفة فنية في عالم الأكشن. جون بيدخل النادي كأنه زبون عادي، بينزل الدور اللي تحت اللي فيه حمام السباحة والساونا، وبيبدأ يدور على يوسف، وبتبدأ معركة من أروع ما يكون. جون بيتحرك برشاقة قاتلة، بيخلص على الحراس واحد ورا التاني، الرصاص بيطير في كل حتة. جون بيوصل ليوسف، لكن يوسف بيهرب في آخر لحظة، فبيرجع جون للفندق وبيخلى الدكتور يعالج جروحه. في وسط كل ده مس بيركنز بتكسر قاعدة الكونتيننتال وبتحاول تقتل جون في أوضته في الفندق عشان تاخد المكافأة، لكن جون بينجو منها بمساعدة صديقه القاتل ماركس، قناص محترف كان بيحميه من بعيد. بيعرف جون منها مكان الكنيسة إلى فيجو حاطط فيها كل فلوسه وورقه المهم، فبيروح هناك وبيولع في كل حاجة، بيحرق ملايين الدولارات والوثائق المهمة. فيجو بيتجنن وبيبعت كل رجالته للكنيسة. جون بيخلص عليهم كلهم، لكن فيجو بيقدر يمسكه في الآخر. فيجو بيعذب جون وبيتكلم معاه وبيقول له أنا قعدت طول عمري أجمع الفلوس إلى أنت حرقتها. أنا كان معايا ورق على كل البلد، كنت أنا المتحكم في كل حاجة، رجعت أنت وحرقت كل ده في ثانية. كل ده ليه؟ عشان كلب. بيرد عليه جون وبيقول له أنا بعد لما مراتي ماتت فقدت الأمل في كل حاجة، اتمنيت الموت لغاية لما جه الكلب. آخر هدية من زوجتي رجع لها الأمل تاني، بس ابنك خد منا الأمل ده. وبيحذره لآخر مرة: اديني ابنك وهسيبك، مش هعمل لك حاجة. فبيضحك فيجو وبيؤمر رجالته يخلصوا عليه، وبيسيبه وبيمشي. مرة واحدة بينقذوا صديقه ماركوس وبيقضى على كل رجاله. جون بيعرف مكان يوسف وبتحصل مطاردة عربيات شرسة، بتنتهي بأنه جون بيقتل يوسف بطلقة في الراس من غير أي رحمة. كده هو خد بطار كلبه. المواجهة الأخيرة بتكون بين جون وفيجو على المينا في ليلة مطيرة، خناقة بالأيادي والسكاكين، كل واحد فيهم بيطلع كل غله في التاني. فيجو بيطعن جون، لكن جون بيكسر دراع فيجو وبيستخدم نفس السكينة اللي فيجو طعنه بيها عشان يقتله. الفيلم بينتهي وجون ويك مصاب إصابات خطيرة، بيقتحم عيادة بيطرية عشان يعالج نفسه، وهو خارج بيسمع صوت كلب محبوس في قفص ومكتوب عليه سيتم إعدامه. جون بيبص للكلب وبيقرر ياخده معاه. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، وإلى حابب يشترك ويفعل الجرس. سلام.